المخروطة الصعيدي أو المخروطة الفلاحي بطريقة سهلة قوي هنعملوها، وكمان نفرزوها في الفريزر. منين ما نحتاجه هنطلعه الكيس كأنك لسه عاملاها دلوقتي اهو. أول حاجة بيبقى عندك نص كيلو دقيق أو أكتر حسب الكمية اللي انت عايزاها. هي ما بتحتاجش غير يدوبك شوية ملح والدقيق والمية. العجينة بتاعتها بتبقى يابسة أو بتبقى ناشفة إلى حد ما بتبقاش طرية خالص. تمام. هنبتدي ان احنا كده احط المية شوية بشوية، وابتدي ان انا اقلبه في قلب الدقيق كده. بس ما تدلقيش الميه مره واحده عشان خاطر ايه، يعني ما تطرش معاكي. حطي الميه شويه بشويه كده عشان خاطر تتلم معانا وفي نفس الوقت تكون ناشفه. تمام. دلوقتي بقى هسيب المعلقه، هبتدي ان انا ايه، المها كده بايديا هعجنها. طبعا الايد بتقدري تجسي بيها العجينه اكتر ما انت ما بتجسيها بالمعلقه. تمام. هلم كده العجين كله، الدقيق بقى من الجناب ومن تحت وكله كده، هفضل ايه، الم العجينه في ايدي. هلمها كويس قوي وهرجع لكم تاني. ده كده شكلها العجينه ملمومه وفي نفس الوقت يابسه وماسكه ايه نفسها مش طريه. سبتها لمده 5 دقايق او 10 دقايق العجينه ترتاح، لان الدقيق الفاخر بيبقى فيه عرق. العرق دوت بيخليها تمط معاكي، فلما بتريحيها بتقدري ان انت ايه تعمل معاها، بيبقى اسهل بكتير. هقرصها او هعملها كور كده بحجم السفندية عشان خاطر اعرف افردها. والعجينة بتاعتها وانتي بتفرديها بتبقى رقيقة، ما بتبقاش تخينة. تمام. هعملها كلها بالشكل اللي انتي شايفاه ده، وبعد كده هنقلهم بقى في البلاستيك عشان خاطر ايه اعرف بقى ان انا ايه افرد في المكان اللي انتي شايفاه ده. برضك هسيبها حوالي ايه دقيقتين 3 مش اكتر. وفي الوقت دوت ببقى انا مولعه على الحله بتاعه المخروطه. حله المخروطه دي بتبقى حله بنحط فيها نصها ميه، والحله التانية الحاجه التانية اللي هي بتبقى المصفى تبقى عليها ايه من فوق. ما بحطش فيها المخروطه الا لما اتاكد ان هي طلعت ايه بخار او بوخت. تمام. المخروطة سهلة جدا وكلنا بنحبها قوي، سواء بالعسل او في ناس في الفلاحين بياكلوها جنب الشوربة. بيحطوا بقى ملح وفلفل وهم بيعجنوها بياكلوها ايه جنب الشوربة. خدي بقى التقريصة او خدي الكورة اللي انت عاملاها وحطي بقى دقيق ايه من تحت ومن فوق كده، وابدأي ان انت ايه افرديها. طبعا زي ما قلت لك هتريحيها، هتعرفي تفرديها بسهولة. انا عشان كنت مستعجلة بصراحة فما سبتهاش عملتها فايه العجينة بتاعتها بتبقى ناشفة شوية. حطي بقى دقيق كده من تحت ومن فوق وانت ايه بتفرديها، زي الطبقة بتاعت الرقاق كده لما بتفرديها ايه بتبقى رقيقة قوي. احنا عايزينها رقيقة، كل ما هتبقى رقيقة معاكي كل ما هتديك الخرط بتاعتها هتبقى رفيعة، هتبقى خفيفة معاكي في الأكل. تمام. هوريكي دلوقتي شكلها يبقى عامل ازاي. بصي كده رقيقة بالشكل اللي انت شايفاه ده، كأني فردة رقاقة بالظبط. عايزة تفرديها في المكنة بتاعت المخروطة افرديها، بتبقى نص فردة كده، وبعد كده بتكمليها ايه بقلب النشابة. هنا ديت المكنة بتاعت المخروطة. لو حسيتي ان الحتة بتاعت المخروطة ديت بتزيق معاكي او مش بتفرد معاكي حلو، حط لها نقطة زيت صغيرة وابدأي ان انت ايه مشي المكنة كده على الفاضي، هتلاقيها ايه ظبطت معاكي. تمام. طبعا حاطة على العجينة اللي عندي حبة دقيق قبل ما ايه، طبعا قطعتها وحطيت حبة دقيق، وهبتدي ان انا اعملها بمكنة المخروطة بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام. مش قلتلك كل ما هتبقى رفيعة كل ما هتديكي نتيجة احسن؟ بس كده سهلة جدا، طريقتها سهلة قوي وما فيهاش اي حاجة، ما بتاخدش معاكي في عمايلها بالظبط تلت ساعة وبتكون جاهزة. الطياب والعمايل العجين كله. تمام. هكمل الكمية كلها وهبقى ارجع لكم. هنا بقى الحل اهيت البخار اللي بقولك عليه. اول ما اتاكد ان البخار كده بالشكل ده هبتدي ان انا احط العجين بتاعي وافرده. ما تكلكعهوش كله في مكان واحد، وغطيه باي غطا بقماشه. بعد 10 دقايق هطلع العجين بتاعي واحط عليه ايه معلقة سمنة. ده بقى شكلها بعد ما تحط عليها السمنة بقى وتشربت، بقت مية مية. متفضليش تردي فيها كل شوية عشان خاطر ما تتقطعش معاكي، احنا عايزينها طويلة بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبعد كده جمعت اللي هو اتبقى عندي وحطيته في اكياس في قلب الفريزر بالشكل ده.